حوار من نوع آخر وبطريقة أخرى. الجيش الوطني ينفذه بطريقته على مسرح العمليات، ينزع السلاح ويستعيد المدن، وهو ما فعله مؤخرا في بيحان بشبوة وغربا الخوخة بالحديدة ومناطق في صعدة والجوف والبيضاء. الحوار برعاية صقور الجو للتحالف العربي التي تدك معاقل ميليشيا الحوثي وتصطاد قياداته. حديث الجبهات على أرض الواقع يقول: صدق الجيش وكذبت جنيف الأولى والثانية، فالحسم العسكري هو الحل، والحل فقط، فكل الخيارات أغلقتها ميليشيا الحوثي في وجه اليمنيين. فبنظر مراقبين بقتل صالح وملاحقة قيادات حزب المؤتمر شريك الانقلاب تكون ميليشيا الحوثي قد قطعت آخر شعرة في الحلول السياسية. منطق الجيش إذن: الحوثية جماعة عنف لا تجيد سوى القتل والتفجير والدمار، وإلا لما أفسدت مخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كل القوى السياسية. جماعة أذاقت الشعب ويلات الجوع والفقر والمرض، ملشاوية تحت طائلة قرار أممي وإجماع دولي على نزع سلاحها، سلاح انتهكت به كل حقوق الإنسان، فما من يمني إلا ومسه الضر. وفي الجانب الآخر جيش وطني رموزه الشدادي واليافعي والعوني والقشيبي، وولاؤه لله ثم الوطن كفيل باستعادة الدولة وحماية الجمهورية، وما يمر يوم إلا وتزداد الثقة أكثر بمنجزاته. فما بين أولى أيام الانقلاب وما نحن عليه من انتصارات فارق شاسع لجيش حديث النشأة يستحق التحية. أمين دبوان، ليمن شباب.